النهاردة هنعمل شكل جديد وهو تأثير الانعكاس. أولا بنروح نفتح الابليكيشن بتاعنا وهو ابليكيشن كانفا لو حد ما يعرفوش. بعدين بندوس على علامة الإضافة وبنختار المقاس بتاعنا اللي هو منشور فيسبوك أفقي. بعدين بندوس على علامة الإضافة مرة تانية وبنروح على العناصر. بنبدأ نعمل سيرش عن كلمة ايجيبت لأن احنا هنشتغل كل الأدوات اللي هنشتغل منها هي عن مصر إن شاء الله. طيب في الأول بنعرض تصميم جرافيك طبعا، وبعدين بنبدأ نختار الشكل اللي احنا هنشتغل عليه. في الأول بنشتغل على شكل أهرامات، بنختار الأهرامات طبعا. بنبدأ نحطها في نص الديزاين بتاعنا بالظبط، ولكن بتكون فوق شوية. طيب بعدين بنعمل برضو نفس الموضوع، بنحاول ندور على شكل تاني وبنجيب شكل التمثال اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بعدين بنحاول نحطه في نفس المسافة الموجودة أو نرجعه لورا شوية. طبعا بنختار الطبقة بتاعة الهرم اهي وبنحاول نرجعها ورا او اسف نطلعها قدام ونخلي التمثال هو اللي ورا. طيب بعدين بنوسطن الشغل طبعا بتاعنا زي ما احنا شايفين، وبنحاول نخليهم على خط مستقيم واحد من تحت. مفيش اي مشكلة. بندخل على عناصر مرة تانية وبنحاول نجيب مثلا شكل قطة ونحطها في اليمين، وبعدين بنجيب شكل تمثال تاني ونخليه في الشمال. بعدين بندخل على العناصر برضو مرة تانية وهنحاول. احنا هنا طبعا بنحاول نظبط المقاسات بتاعتنا. بندخل على العناصر مرة تانية وبنحاول نجيب برضو شكل تمثال زي ما احنا شايفين اهو. دي كلها طبعا اشكال هتبقى عاملة معانا انعكاس وشكل جميل لما ننفذ الديزاين. بندخل نجيب شكل الفونت اللي شايفينه قدامكم ده. ممكن تعملوا سيرش عن نفس الفونت، اسمه فاطمي. طبعا تكتبوا انجليش هتلاقوا الشكل ظهر معاكم لو هو مش موجود عندكم في الاقتراحات. احنا طبعا جبنا الشكل من الاقتراحات علشان يبقى اسهل في ان احنا ننفذ عليه بسرعة والناس كلها تعرف تجيبه. طيب بعدين بنعدل عليه وبنحذف كل كان موجود وبنكتب كلمة ايجيبت مكان الكلمة اللي كانت موجودة. طيب بنحاول نخلي طبعا الحجم محدد عشان لو حبينا نحدد اي عنصر ما يكونش فيه اي مشكلة. بعد ما ظبطنا طبعا الشكل والحجم بتاعنا، هنبدأ ندخل على الإضافات مرة تانية وهنعمل سيرش عن كلمة دائرة متدرجة أو دائرة متدرجة الألوان أو دائرة تدرج ألوان أو أيا يكن. طيب هنحاول نعمل شوية كده بحث وبعدين هنلاقي الشكل اللي احنا محتاجينه. طبعا احنا قصينا المنطقة دي أو الجزئية دي فسرعنا الموضوع شوية، فانت حاول تبحث لحد ما تلاقي الشكل اللي انت عايزه. طبعا هنرجعها للخلف خالص زي ما احنا شايفين قدامنا في الديزاين كده، وبعدين هنبدأ نظبط كل المسافات بتاعتنا برضو علشان نخلي الشكل كله في النص بالظبط. هنبدأ نغير بقى الأحجام بتاع الأشكال اللي احنا شايفينها دي أو التماثيل اللي احنا جايبينها. هنحاول نصغرها شوية أكتر ونظبطها. طبعا في تمثال هنا موجود ورا اهو. هنحاول برضو ان احنا نطلعه قدام، ولكن نصغر طبعا القطة بتاعتنا الأول ونحطها على نفس اللاين، نفس الخط الموجود. بعدين هنروح على الطبقات وهنحاول نجيب التمثال اللي احنا شايفينه طبعا نطلعه فوق الكلمة. نبدأ نصغر طبعا الحجم بتاعه وهنحطه جنب حرف الواي. طبعا هو هنا طالع فوق الحرف شوية، احنا هنحاول نوسطنه طبعا بالظبط زي ما احنا شايفين كده. بقى ده الشكل النهائي اللي موجود معانا. نحاول نغير طبعا لون الكلمة، نخليه مثلا للون الأزرق زي ما احنا شايفين هو موجود في الديزاين بالفعل موجود في التمثال. فاحنا بناخد اللون بتاع التمثال وبنخليه نفس الشكل بتاعه أو نفس اللون بتاعه. طيب احنا بعدين بنحفظ الديزاين خلاص، وبعدين بنروح نجيب مثلا ندوس على إضافة وبعدين بنروح لمعرض الصور ونجيب الصورة ومن هنا بنبدأ نعمل الانعكاس. طيب احنا اهو حددنا وضفنا، مفيش اي مشكلة. الصورة اتضافت معانا. بنحاول نكبرها طبعا وبنقص الفراغ الابيض طبعا موجود الاول. بعدين بنكبر الصورة، مفيش اي مشكلة. خليها على نفس الحجم بتاعنا وبعدين بنعمل لها انعكاس. بندوس على انعكاس عمودي وبعدين بنخليها تحت شوية، وبعدين بنبدأ نقلل الشفافية بتاعتها شوية بحيث انها تكون ظاهرة اكنها معكوسة مثلا في بحر او حاجة زي كده. فالموضوع بيبقى شكله اجمل وشكله الطف بكتير. طيب زي ما احنا شايفين اهو الشكل بدأ يظهر وبدأ يظبط الانعكاس شوية. طبعا هنحاول ان احنا نصغرها بحيث انها ما تكونش
برضو كبيرة أوي كده، فاحنا طبعا جمعناها كلها وصغرناها شوية زي ما انتم شايفين، وده الشكل النهائي. في انتظاركم ان شاء الله تسلموا التاسك بتاعكم، هيكون على جروب انتوا الكوميونتي. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.